السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي متابعيني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله معانا كده وصفة الرز بلبن الجميل قوي ده، ابو وش مكرمش كده زي اللي بنجيبه من بره واحلى كمان. هقولك النهارده على كل الاسرار في الرز بلبن اللي تخليه يطلع معاكي زي اللي بتاكليه بره بالظبط واحلى. تابعي معايا الفيديو للاخر، ولو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. بصوا هنا كده اول ما اتعمل، لكن اول الفيديو كان لما اتحط شويه في التلاجة وشه بيكرمش كده بيبقى جميل قوي زي اللي بنجيبهم من بره. لكن هنا كان لسه اول ما اتعمل. بصوا بقى قد ايه كريمي وجميل قوي كده من غير نشا. هنعمله ان شاء الله وهتشوفي بقى هيطلع معاكي ازاي جميل ومش هتحتاجي تضيفي له نشا نهائي. اول حاجه معايا كوبايه واحده من الرز. الكوبايه دي المج اللي هو المج الشاي العادي اللي هو 200 جرام، يعني حوالي 200 جرام رز. تمام، بنقعهم حوالي نص ساعه قبلها، غسلها كويس ونقعها نص ساعه. حطيت عليهم كوبايتين ميه بنفس الكوبايه، وهسيبهم بقى كده على نار واطيه خالص. اهم حاجه ان انت تكوني في الوصفه دي النار تكون هاديه خالص طول ما انت بتعملي رز بلبن وايدك فيه وبتقلبي دايما. تمام، اول بقى ما تشرب الميه بتاعتي كده ولسه الرز ما استواش، نزلت بايه بنص كميه اللبن بتاعتي. اللبن بتاعنا النهارده مستخدمه لبن اللي هو الفلاحي، وده لازم من اساسيات الرز بلبن عشان يطلع ناجح معاكي تستخدمي اللبن الفلاحي اللي هو بيجي من الفلاحين، مش اللبن اللي هو المبستر بخيره او الانواع دي، لا ما تنفعش خالص. حطيت كده على كوبايه الرز لتر من الحليب ونزلت بنصه، ولما اتشرب معايا كده مع التقليب المستمر فيه كل شويه كده نزلت بكميه السكر بتاعتي، حوالي كوبايه من السكر. طبعا السكر اختياري ان انت تقلليه او تزوديه براحتك. ولما كده لقيته تشربهم كده وبدأ ايه يعني يلف كده ويتقل معايا قوامه شويه، نزلت بقيت كميه اللبن. وهنزل بقى هنا التركية دي بقى هتوديلك الطعم في حتة تانية خالص. معلقة كده من اللبن البودر اللي هو الحليب البودر ده. تمام، ومعلقة من الكريم شانتيه. بس كده، هي دي بقى التركية اللي فيها تخليك طعمه زي اللي بتجيبيه من بره واحلى كمان. وهنقلبهم كويس قوي. لو انت خايفة يكلكعوا منك ممكن تدوبيهم في معلقة مية او معلقتين مية كده، يعني حاجة بسيطة كده في كوباية مية وتحطيهم عليه. وهنا بقى عندي معلقتين من القشطه تحطيهم برضو هتخلي لك الطعم كريمي وجميل قوي. هي هنا القشطه كانت في الفريزر بس هي هتفك دلوقتي لان اللبن سخن. وهنقلب بقى تقليب مستمر كده لحد ما نوصل القوام ده. وشايفين كده لما يبدأ القوام يتقل معايا كده، طبعا كل ده بتكوني موطيه النار جدا عليه وايدك فيه دايما بتقلبي. لما يعمل بقى كده يبقبق كده من الجناب او يعمل فقاقيع كده زي ما انتم شايفينها، هنزل هنا بقى بكيس الفانيليا. وكده القوام ده حلو قوي، يعني توصلي للقوام اللي هو ايه لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، يكون وسط. لان احنا لما بنصبه في الكاسات او في البولات بيتقل معايا شويه كمان. تمام، الرز استوى خالص وبقى دايب، وكمان يعني ما حطيناش نشا نهائي. شايفين القوام من غير نشا جميل قوي. ياخد له حوالي يعني ساعه على النار الواطيه دي والتقليب المستمر. هنصبه بقى كده في بولات على طول، ما ينفعش تسيبيه، لازم تصبيه على طول عشان ما يكلكعش منك او يكتل. وتقدميه بقى بالشكل ده. شايفين ما شاء الله كيلو لبن عمل معاكي كميه حلوه قوي كوبايه الرز. ممكن تزينيه بقى لو انت حابه تزينيه او تسيبيه كده براحتك. بصوا بقى الرز بلبن ما شاء الله يعني حاجه كده زي العسل اهو، كريمي قوي قوي والقوام جميل. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.